السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبابي متابعي قناتي قناة أمنية إيمان؟ يا ربي كلكم بخير وصحة وسلامة، كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري المبارك إن شاء الله يا ربي. تحقيق أمنياتكم إن شاء الله وسنة خير وبركة على الجميع. طبعا أنا آسفة جدا لفترة الانقطاع، صار لي كل هواية يعني أكثر من شهر ما منزلت لكم أي فيديو. بصراحة يعني أنا وعدتكم راح أستمر وياكم بالفيديوهات، بس والله صدقوني يعني شوية الظروف شوية الدوام، يعني تعرفون أني أو الأغلبية ما يعرفون بأن أنا عندي دوام، أنا موظفة يعني، والجو حار، أرجع من الدوام كلش تعبانة، يعني ما بي حيل، يا دوب واحد ياكل ياخذ له قيلولة. بعدين يعني أنا هم عندي التزامات يعني بيتية، بالإضافة إلى يعني عندي بيج، يعني أغلب المتابعين للقناة يعرفون يعني أنا عندي بيج يعني أسترزق به، والأغلبية يعرفون يعني شنو ظروفي أني. فهذا البيج يعني لازم يوميا أني أسوي بيه بث بالليل، يعني حتى أسترزق بيه، أني أبيع يعني منتجات شعر وبشرة، ملابس، شغلات بيت، يعني يعني أي شيء يجيب لنا رزق إن شاء الله أبيعه. ف... فيكون وقتي يعني كلش بصراحة كلش مزدحم، فما عندي وقت حتى أسجل فيديو. اليوم يعني انتهزت فرصة بأنه اليوم أني يعني اليوم عطلة، فقلت يلا ولو قعدت متأخرة وتريقت، قلت يلا خلي أبلش أسوي لهم شوية فيديو حتى أنا ما ينسوني، لأنه بصراحة مشاهدات القناة صايرة كلش مزينة، وحتى المشاركات وكذا، لأنه أنا ما متواصلة. فأكيد هو التواصل يعني ويا المتابعين، هذا راح يحفزهم للمشاهدة، وكذلك يعني تجينا متابعين جدد. بس هو الانقطاع أكيد يعني يأثر على القناة، ويأثر على يعني أي شيء بالحياة. يعني اليوم حتى أهلك وقرايبك وأصدقائك إذا ما تتواصل وياهم فأكيد هم ما راح يتواصلون وياك، فهذا شيء يعني موجود بالحياة. فعموما يعني عذروني عن هذا الانقطاع بصراحة. وأهم من كل هذا يعني النباتات شوية بهذا الجو الحار أكيد يعني تكون شوية ضعيفة، أكو بيها قامت تموت، أكو بيها قامت تضعف. بصراحة أنا رحت البغداد 3 أيام، بهاي ال3 أيام لأنه البيت حار، ما بي تبريد، يعني حتى أهلي من يجون للبيت يعني ما يفتحون تبريد، وكهرباء مو زينة، فما حد ما يقدر يخلي أي يعني أي جهاز كهربائي يعني يشتغل، لأنه هذا خطر طبعا تعرفون أنتم. فجيت لقيت نباتاتي قسم من عندهم يعني ذبلانات، قسم من عندهم يعني هيك مصوفرة، فيعني ضعفانة. المشكلة أني نباتاتي مدللات الأطفال المدللة يعني على التبريد بصراحة، يعني بيتي كلها تارسة تبريد على مود شنو، على مود النباتات. ف وبعدين هاي الفترة اللي صارت يعني انقطاع طويل بالكهرباء هم ما تأثر، يعني البيت يكون حار أكيد، فالنبتة يعني تكون، ترى هو النبات صدقوني يعني ترى هو مثل الإنسان أكيد، يعني الظروف الجوية الوضع العام يأثر على النبات. يعني مثلا النباتات مالت البرة، هذا السموم وقلة الماء يعني هو هذا الحار، حتى عندي هواي نباتات برا ماتت، يعني هذا تعرفون بعد تموز، وهذا حيجينا آب، فيعني هي هذني الشهرين أصعب شهرين بالسنة، يعني الحر والسموم ويعني فهاي كلها يأثر على النبات. تمام. كيف ما يعني هو بشر دا يوقع ويتعب ويعني يتمرض، فكيف هو نبات يعني. والنباتات بهاي الفترة يعني مثلا المي هماتنا ضروري إلى، خاصة الخارجية، يعني الخارجية بهيك وقت يعني
الصبح على البرد والبليل على البرد، يعني دائما لا تسقون نباتاتكم وقت يعني الظهيرة كلش مو زينة عليها. فهسه اليوم راح يعني اخذكم فرة شوية على النباتات وان شاء الله راح اسوي لكم والله يعني وعدتكم اني بفيديو شلون ان نسمد النباتات اللي بالمي. بس انا هسه والله هماتي انا الفيتامينات ما عندي وعندي نواقص هوايه شغلات، فبس يعني اجيبهم. وحتى هن نباتاتي اللي بالمي والله يعني هاملتهم حقيقة، يعني صار لي فترة هماتي أنا ما مغيرة ميهم، لأنه قلت لكم والله أوفر يعني ضغط علي الدوام كلش متعب، يعني ويا الجو الحار كلش متعب. زين، وقلت لكم يعني هماتي انا باب رزقي، ومو مو بس هاي، يعني بنتي هماتي انا يعني بنتي السنه ان شاء الله يعني بثالث متوسط، يعني هسه عندها دروس يعني يوميه دروس، دخلتها انجليزي، دخلتها رياضيات، دخلتها كيمياء، دخلتها فيزياء. فهاي هماتي انا تعجب الملازم، ردوا الملازم. يعني هسه اشوفكم الملزمه البارحه اني نطيتها لأبو المكتبة ومسوي لي اياها هوسة، يعني أوراق ما مرتبة. تعال يا أمنية اقعدي رتبي أوراق فحتى أكبسها. عموما يعني فهو فتعذروني يعني لأنه الوقت أوفر. فهسه اليوم شوية نمر لكم على زرعاياتنا. طبعا هذا هاي المنطقة بصراحة، يعني هاي المنطقة كلش يعني كلش تمام إلها يعني هنا بهاي بين المطبخ الحار ومطبخ البارد، يعني هاي المنطقة كلش حلوة بيها النبات. شوفوها شكد حلو، كلش يعني دافع وحتى ما عليه إنارة قوية، يعني إنارة إنارة هذا الشباك، وإنارة من هنا تجي، وهاي الإنارة اللي فوقها. وحتى هاي شوفوا حتى ما شاء الله يعني لونه كلش حلو، دفعها كلش حلو. هذا لا هاي أصلها يعني هو هذا اللبلاب، طبعا أنا متعلم اللبلاب، أصله هو هذا اللبلاب. هو يعني مقطع شكله، يعني الورقة مالته مو أخضر فات، يعني أخضر مثل هذا. تمام. هذا اتصور هو هذا سوري، هذا اتصور سوري، يمكن سوري او هذا ايراني ما اعرف يعني والله لا استغفر الله هذا هولندي، لا هذا هولندي تذكرت. تمام. فشوفوا ما شاء الله يعني عندي الدفع كلش هنا حلو. فكنت هنا شنو حاطه، كنت حاطه كف الوزه اذا تتذكرون بالفيديوهات السابقه، كانت كف الوزه موجوده، وهاي كانت موجوده على الشباك. فبما انه كف الوزه حسيتها يعني كلش قامت تضعف، لانه اناره قليله عليها وتبريد ماكو، يعني تبريد بعيد عليها او تبريد هو ماكو اصلا. فجبتها بهذا الجانب هنا خليتها، طبعا هنا فوقاها هذا السوبلوت فخليتها هنا. فشوفوا يعني الحار يأثر عليها، شوفوا حتى صارت عندها أوراق يعني اصفرت. بس هو راح أخلي لها الام بي كي، لأن ما عندي الام بي كي، فبالصيف ولازم ننطيها الام بي كي، ننطيه النبات الام بي كي. شوفوا ان انا مسويت تغيير يعني على هاي المنطقه، كانت ان انا بس تجدير فغيرتها. عندي هنا البلاب الابيض، طبعا هذا كنت حاطتها برا كنت، وكان يدفع وكلش حلو، بس الحر كلش اذاه بصراحه. جبته هنا. فشوفوا يعني هاي شو اسمه الاوراق مالته متقصفه، هاي راد لها تنظيف يعني. بس هسه لا يعني من رجعتهم حطيتهم جوا، شوفوا ما شاء الله يعني الاوراق مالتها يعني رجعت شويه تنتعش يعني لا باس يعني. وهاي هماتي انا هنا زارعتهم، وهاي مجذرتهم. هاي العفو كانت بالحمام انقلبت وجبتها هنا استخطيتها، فس ان شاء الله راح ترجع تعيد نشاطها. وهذا الكورتون لا الحمد لله يعني ماشيه اموره. وحتى هاي كنت زارعتهم هماتنا من الحار كلهم ماتوا، كانوا زغرونات زعينونات فماتوا بصراحه. يعني فصارت عندي ضحايا، بس عموما يعني هي كل سنه تصير هاي بهذا الموسم. شوفوا هاي الملازم
ملازم أمنية، فظني لازم أرتبهم حتى أكبس لهم إياه. فيعني حبايبي، فمثل ما قلت لكم يعني فتعذروني، تعذروني للتقصير، وإن شاء الله أنتم متابعين أوفياء، وردكم ترجعون للقناة وتسووا لي مشاركة للرابط مالت القناة، وأريد مشاهداتكم ولايكاتكم حبايبي. وإن شاء الله راح أترك لكم رابط البيج مالتي على الفيسبوك. يا ريت الكل يتابعني، يسوي لي متابعة ويسوي لي إعجاب للبيج، وأني ألتقي وياكم هناك بالبيج ببث مباشر يومي. نحكي ونسولف، وتجون أنتوا تقولوا لي إحنا أمنية وياك من القناة، وتنوروني دائما، تنوروني حبايب قلبي. إن شاء الله أتلقى وياكم فيديو قادم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لكل، مع ألف سلامة.